صباح الخير والنور والسرور عليكم جميعا، وأهلا وسهلا بكل المتابعات الرائعات الجدد. هون منطقة الأطفال بالمطعم جايبينه من إكيا العفش تاعهم. هاي مقاعد الأطفال. وهون أنا مغطية الفندق قبل هيك بتقاريري، بس بضلني أحب أصور الإضاءة عندهم، شكلها غريب وجديد. اللي ما بيعرف غابات كاتشكار، غابات كاتشكار من أكبر الغابات في العالم، وفي كتير ناس تيجي هون تعمل هايكينج. الهايكينج هو التمشي والتنزه. الهايكينج هو التنزه في الغابات، يعني تمشي مسافات طويلة، بيمشوا 20 كيلو و30 كيلو، يعني على بلاطة هيك، شغل أجانب مو شغلنا إحنا. بس إحنا بنستمتع بالطبيعة ما شاء الله، المطر والخضار والشلالات والأنهار. في ناس سألت وين أروح بتركيا؟ تركيا يا جماعة كبيرة مهولة. اللي بيجي لأول مرة إذا جايين بالصيف يفضل تيجوا على الشمال، إذا نقولوا أيضا، إذا نقول آيدر، إكيزدرا، طرابزون، أوردو، هذا بالصيف كتير حلو. سامسون حلوة بالصيف بس على الشاطئ لا تصلح للعائلات سامسون بالصيف حارة، وعلى الشاطئ لا تصلح للعائلات المحافظة. اسطنبول صراحة هي العشق الأول. اسطنبول حلوة كتير في كل الأوقات، بس أنا بالصيف ما بحبها، حارة وبتكون زحمة كتير. في حد سألوني أنت مرشدة سياحية؟ لا 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 لا، أنا سائحة زيكم. وقبل ما أجي هون في أول مرة قرأت في منتديات وقرأت على تويتر، فلما رجعت قررت إنه مثل ما أنا استفدت من غيري أفيد غيري. والعطاء متعة يا جماعة، العطاء متعة رائعة، ما بتخيلوا قديش بستمتع وقديش بنبسط. ما بتصدقوا قديش بنبسط لما حد يستفيد من أي معلومة أنا بحطها أو بعطيها. إحنا كلنا لبعض بالآخر، صح؟ برجع بقول أنا لا أعمل تحت أي مظلة، أنا أعمل لوجه الله تعالى، وباخذ أجري من الله إن شاء الله ودعواتكم الصادقة. الجو خيال، بيسألوني عن الجو، يعني الأفضل دائما طبعا إنكم إيش تجيبوا جاكيتات للمساء عشان بكون مساء بارد، بس بالنهار رائع. لا تنسوا تجيبوا شماسي، كل واحد يكون معه شمسيته، لأنه فعلا مرة مطر، مرة قاعدة، مرة فيش مطر. طلعنا من الفندق ومشينا على الشارع تاع ايدر، هو ما في الا شارع واحد، على الجوانب محلات، وجينا نفرجيكم احلى منظر. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. صلوا على النبي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الثلج عم بيدوب. للعلم هذا المنظر ما بتشوفوه بالصيف طبعا، بكون الثلج ذاب والمي خفت. هذا المكان لما تمشوا لآخر الشارع، كان نفسي نطلع لآخر الشارع بس للأسف مسكرين الطريق هناك. وأفرجيكم شجر المستكة، تخيلوا شجر مستكة قدامنا. ايدر هون مشهورة كتير بالذرة، فبتلاقي عندهم طحين الذرة، هذا اشي كتير ضروري. هاي حلوة بيعملوها بالذرة. عم بحضر الحطب عشان يعمل القهوة عليها. هدول الإشاربات اللي بيلبسوهم ستات ايدر. في بعض الفنادق فوق على التلة، فبدكم تنتبهوا لما تحجزوا أي فندق هون، تنتبهوا على تعليقات الناس وشو كاتبين. يعني في فنادق ما بتقدر تطلع لها إلا مشي. تناقض الآراء على مطعم أيلول ومطعم زمرد، إنهم طيبين أو مش طيبين، أنا ما جربتهم حقيقة. الله يبارك لهم في رزقتهم، والله يبارك لهم في بلدهم. جمال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رائع. الشارع كله مطاعم.
وكافيهات طبعا. قررنا نريح شوي في أكشبات، وجينا على مطعم جميل أسطى، أول مرة حنجربه، مسموعاته ممتازة. هاي الحديقة جنبه على طول، يعني لو ما بدكم تقعدوا في المطعم ممكن تقعدوا برا. هاي القعدة الخارجية، احنا حنقعد جوا لأن الهواء بارد. لاحظتوا علامة ممنوع التدخين. مطعم ما شاء الله كبير. القعدة برا مميزة، بس خفنا نبرد صراحة، فقلنا لا نقعد جوا أحسن. طلالع على البحر الأسود مباشرة. الجو صفي، مع إنه الطريق كله جو مغيم ومطر، والبحر صفي ما شاء الله. معلش ما صورت لكم الغداء، علق السناب، بس الغداء كان عبارة عن كفتة أكشبات ممتازة جدا جدا، بنصحكم فيها. بيسألوني عن الصرف اليومي للشخص تقريبا كم. صعب الإجابة كثير على هذا السؤال، ولكن تخيل حالك في بلدك وبتاكل وبتشرب برا، يعني تغدى بتعشى برا، قديش رح تدفع؟ مش نفس الاشي، هون أقل شوي. وشغلة مهمة، اختيارك للمطعم، أسعار المطعم كيف؟ مناسبة مش مناسبة، غالية رخيصة، بتناسبك ما بتناسبك، بفرق. أنا عم بحكي طبعا من غير تسوق، التسوق له ميزانية مختلفة. كمان شوي رح نتحرك على منطقة تانية. أشوفكم على خير قريبا. هذا مطار أوردو، يعني ممكن جدا تنزل في طرابزون وتروح من أوردو، اللي حابين وما يرجع طرابزون. جينا على فندق سينما، فندق لذيذ، مدخله عيبه الوحيد الباركينج، بس حقيقة ديكوراته حلوة. فندق سينما في أوردو. أصور لكم الغرفة قبل ما فعلا نبهدل هالحمام وانتم بكرامة. أعطونا غرفة كبيرة لأنه الكل محجوز. هاي المنظر تاع الغرفة، ما في بلكونة بس شباك كبير مفتوح. نصيحة بس لما وقت السفر استخدموا الأشهر الميلادية، لأنه بالحجوزات كل إشي بالسفر بالأشهر الميلادية، ما بنفع بالأشهر الهجرية. اللي بيسألون عن المصاريف، يا جماعة تخيل حالك عم تتغدى وتتعشى برا البيت، قديش ممكن يكلفك أنت ومرتك وأولادك؟ نفس الشيء. اللهم هون شوي وزي ما أنت بتختار مطعم غالي في بلدك أو مطعم رخيص، نفس الشيء هون، في مطاعم غالية في مطاعم رخيصة. ممكن تاكل سندويشة شاورما، ممكن تاكل وجبة ستيك، أنت حر. مساء الخير والسعادة. يعني اشتقت لكم، بس معلش سامحوني، كنت تعبانة كثير اليوم، ما قدرت أغطي زي ما بدكم. هذا المطعم من المطاعم اللي أنا بحبها في أوردو، فرجيكم إياه هلا. المطعم أنيق وشيك وديكوراته حلوة، أنا بحبها كثير. هاي القعدة الخارجية هون، مطلة على البحر إطلالة مباشرة، قاعدة بتعقد. لما تيجوا على المطعم هون نصيحة تيجوا قبل المغرب شوي وتضلكم لبعد المغرب، لأن المكان أوكي. الموسيقى من عندهم مش من عندي. هاي أوردو، هناك فندق أنيمون على فكرة. هاي البلكونة هون، وهناك قاعدة خارجية كمان برا، مكان رائع. لحد ما يجيبوا لنا طلبنا، خليني أعطيكم شوية معلومات عن أوردو، مدينة الأكسجين والجمال. أوردو تبعد عن طرابزون تقريبا ساعتين طريق، ساعتين وشوية. بتخلي البحر على يمينك وتضلك ماشي دغري طريق سامسون. أوردو معروف عنها أنها مدينة الأكسجين بسبب نظافة الجو فيها، مدينة رائعة نظيفة فيها كل إشي حلو. مطل إطلالة مباشرة على البحر الأسود. أنا مش عارفة ليش مسمينه بحر أسود، والله إنه بجنن، ولا بحر أسود ولا إشي، ياخذ العقل. بين طرابزون وأوردو في جيراسون، اللي حابب يروح على مدفعات فولاكيا من جيراسون هناك.
الساحل هون في أوردو كتير حلو، يعني لو قعدت في الفندق وبس طلعت مشيت على البحر كل يوم راحة. إضافة لأنه فيها مرتفعات، فيها مرتفعات بارشمبي يايلسي، وفيها كمان مرتفعات شمباشي اللي فيها مزارع الفراولة. بالله عليكم بعد هالمنظر هذا أكمل؟ لا ما راح أكمل، بدي آكل. صحة وعافية على قلبي وقلبكم، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صلوا على النبي. دلتني أم نادر حبيبتي وصديقتي على هذا المطعم السنة الماضية وإجينا عليه، وفعلا يستحق الحضور مرة ومرات. في أوردو ممكن تروح يوم على بارشمبا يايلسي، ويوم على تشارشمبا، ويوم على كولاكيا، ويوم هون تقضيه في البلد. زي ما قلت لكم بيسألوني مين أحلى هون ولا طرابزون وأوزنكول، كل منطقة لها مذاق مختلف، كل منطقة أحلى من الثانية. أنا بنظري أوردو أنا كتير حبيتها. كم يوم تستحق أوردو؟ تستحق 4 أيام على الأقل. أنا ما قلت لكم تقييمي للأكل، إيش أقولكم؟ الصورة كانت متهيئة أكبر تقييم. عظيم عظيم، الأكل زاكي كتير كان. على فكرة المطعم هون نفس جروب أكتشلار اللي هو في جنب البلدية، في مطعم معجنات، وبعد فندق أنيمون كمان في مطعم على البحر بجنة. كثير جتني استفسارات عن برنامج رحلتنا. يا جماعة إحنا مو أول مرة بنيجي هون، فعشان هيك برنامجنا مختلف تماما عن حد بيكون لأول مرة بيجي. عموما الأفضل أنا بنصح الكل اللي بيجي لأول مرة على الشمال التركي يستقر في مكان واحد وينطلق من هذا المكان كل يوم إلى منطقة، بعدين يشوف مين الأجمل مين الأريح بالنسبة له ويقرر على أساسها في السنوات القادمة أو في اقرأوا يا جماعة، اسمعوا مني، اقرأوا معلومات عن أي مكان بدكم تروحون، كتير رح يفيدكم، رح يسهل عليكم أموركم. استشيروا الخبراء، أنا ما بقول لا، ولكن نفس الوقت أنتوا أصحاب القرار، يعني خلي برنامجك أنت اللي تخلقه مش حد يخلق لك إياه. قبل ما انسى خليني احكي لكم هالمعلومه المهمه. مر علينا قبل شوي متسول، ولد صغير ضله يلاحق فينا يلاحق فينا يلاحق فينا، هلكنا طبعا، واحنا متعودين وعارفين خلص، لا اصلا بطل نحكي عربي قدامهم، ما بنحكي لا عربي وما بنطلع بنعمل حل كانه مش عم بحكي مع حدا اصلا. تتخيلوا شو صار لما لقى الولد انه ما في امل منا، شتم ومشى. تخيلوا اللي بيزيد الطين بله انهم بيدعوا انهم من جنسيه عربيه، هم طبعا مش عرب اصلا. المهم نصيحة في أي مكان بتكونوا فيه هون، أي متسول أو متسولة قال لك ببوس إجريك، قال لك ببوس كندرتك، هاي الكلمة بيحكوها دايما، لا تطلع عليها، لأنهم للأسف الشديد هاي بيعتبروها مهنة، هم بيمتهنوها صدقوني، لا هم محتاجين ولا إشي. هيني شربت كاسة الشاي معكم خلصت. بكرة إن شاء الله رح أحاول أغطي لكم الساحل هون، أفرجيكم شو حلو، واحتمال إذا ضل معنا شوية وقت أوديكم على معرض ساغرة تاع الشوكولاتة، كتير حلو كمان، والشوكولاتة فيه كتير طيبة.